السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة المنتخب العراقي أمام المنتخب الكويتي تقترب يوم يوم، والجمهور الرياضي العراقي والكويتي كله دا ينتظر إيش راح يسوي خيسوس كاساس وأنطونيو بيتزي. قسم من الجمهور يقول بأنه المباراة محسومة للفريق العراقي، والقسم الآخر يقول بأنه الفريق الكويتي جاي حتى يطلع بأقل الخسائر. لكن احنا ما علينا باللي يقولوه، احنا علينا بالواقع اللي صار خلال الفترة الأخيرة من المدرب كاساس والمدرب بيتزي. والشارع الرياضي سواء بالعراق أو الكويت ما أعتقد راضي بشكل كامل على أداء المدربين للفريقين، على الرغم من أنه مدرب المنتخب العراقي مدى يخسر بالتصفيات وحاليا بالمركز الثاني بعد كوريا الجنوبية، وأيضا مدرب المنتخب الكويتي قدم مستوى جيد في بطولة الخليج. والمدربين اثنينهم يعرفون بأنه المرحلة القادمة بالتصفيات هي اللي راح تحدد بقاء كل واحد منهم مع فريقه، أو يتم إقالته إذا نتائجه كانت غير جيدة. لكن قبل كل شيء وقبل ما نرشح أي فريق للفوز بالمباراة لازم نخلي نفسنا مكان هذول المدربين كاساس وبيتزي، وبعدين نكون فكرة عامة عن الفريقين. المدرب إخوان بيتزي بدأ معسكر في دبي من يوم الأحد، لكن هذا المعسكر في بدايته ما راح يكون به 6 لاعبين من نادي القادسية الكويتي، وأيضا ما راح يكون موجود 7 لاعبين من نادي العربي الكويتي، لأن نادي القادسية عنده مباراة نصف نهائي بدوري أبطال الخليج أمام نادي النصر الإماراتي في يوم 11/3 بالكويت، ونادي العربي عنده مباراة ربع نهائي بدور التحدي الآسيوي أمام نادي السيب العماني في يوم 12/3 في عمان. يعني نصف المنتخب الكويتي ما راح يكون موجود مع الفريق أول 5 أيام من المعسكر في دبي. وأيضا يوم 15/3 راح تكون للمنتخب الكويتي مباراة مع المنتخب الصيني للتحضير لمباراة العراق بالبصرة. ومن جانب آخر أكثر من لاعب بالمنتخب الكويتي عنده إصابة، والمدرب بعد ما مستقر على هذول اللاعبين وجاهزيتهم. يعني تقريبا نقدر نقول بأنه المنتخب الكويتي جاي للبصرة ويريد يطلع بأقل الخسائر. لكن أنا برأيي الشخصي المدرب إخوان بيتزي عنده خبرة طويلة بالتعامل مع مثل هذه الظروف، وممكن يفاجئنا بتشكيلة متوازنة تلعب في البصرة. أما بالنسبة لكاساس مدرب منتخبنا الوطني فالأمور عنده مختلفة تماما، لأن اللاعبين العراقيين في الداخل والخارج كلهم جاهزين، وحجم المنافسة كبير بيناتهم بكل المراكز سواء بحراسة المرمى أو بمراكز الدفاع أو الوسط أو الهجوم. والدوري العراقي حاليا يمر بأقوى مرحلة من المنافسة، والجاهزية البدنية للاعبين جيدة جدا. يعني تقريبا عندنا مدرب جاهز مع كل الفريق، ومدرب آخر وضعه حاليا ما مفهوم. وأنا قلت لكم بالفيديو السابق المباراة سهلة على الفريق العراقي وصعبة على الفريق الكويتي، لكن أنطونيو بيتزي ممكن يصعبها على كاساس، وممكن كاساس هو نفسه يصعبها على نفسه. لأن إذا كاساس ظل يفكر بعقلية المدافع وأهم شيء عندي ما أخسر، فإذا راح يلعب بمهاجم واحد و5 مدافعين، وبهذه الطريقة راح تكون طريقة تسجيل الهدف صعبة ومرهونة برأس أيمن حسين. وإذا كاساس لعب ب5-4-1 بالدفاع وتتحول بالهجوم إلى 3-4-3، فهنا ممكن أقول بأنه كاساس بدأ يفكر بالفوز. وإذا كاساس لعب ب4-4-2 وتتحول بالهجوم إلى 4-2-4، فهنا ممكن أقول لكم بأنه كاساس يريد يسجل من بداية المباراة ويلعب بطريقة هجومية. لكن لو تريدون الواقع كاساس ما يلعب غير 4-2-3-1، وهذه الطريقة راح تحرمنا من واحد من الاثنين، لو أيمن حسين لو مهند علي، واحد منهم راح يكون بالاحتياط. وأنا شخصيا أتمنى كاساس يلعب 4-4-2، لأن هذه الطريقة راح تخلي أكو مجال للمهاجم حتى يتعاون مع المهاجم الآخر لحين وصول لاعبين الوسط، وأيضا تعطي مجال للمدافعين ينظمون صفوفهم بالهجمات المرتدة. وأيضا بوجود أيمن حسين ومهند علي ويدعمهم من الجانب يوسف الأمين وعلي جاسم وخلفهم زيدان إقبال، راح يكون عندنا قوة ضاربة في ملعب الخصم. وبالنسبة للفريق الكويتي أعتقد إخوان بيتزي راح يلعب ب5-4-1 في ملعب البصرة،
لأن هذه الطريقة ممكن يسد بيها كل الثغرات بالدفاع. فإذا لازم كاساس يلعب بمهاجمين اثنين وما يخلي أيمن حسين لوحده. وهسه إذا رجعنا إلى آخر مباراة لمنتخبنا في التصفيات، واللي كانت ضد الفريق العماني في مسقط، واللي فاز بيها منتخبنا، راح نشوف بأنه أحمد ياسين كان هو الحلقة الرابطة بين الوسط وأيمن حسين في المباراة. وأيضا ما ننسى دور زيدان إقبال كلاعب محوري ومحمد الطائي كلاعب ارتكاز. ولو نشوف الهدف اللي سجله منتخبنا على عمان، راح نفهم دور أحمد ياسين وزيدان إقبال ومحمد الطائي. إذن على الجمهور أن ينسى بطولة الخليج، وعلى كاساس أن يبدأ من حيث انتهى في التصفيات، وأن يبني أسلوبه على أساس مباراة عمان. ومو مشكلة منو راح يلعب ومنو راح يجلس على مصطبة الاحتياط، لكن المهم هو أنه كاساس يلعب بدون تحفظ، ويفكر أن يسجل هدف أولا قبل ما يفكر أن ما يدخل عليه هدف. لأن مباراة الكويت وبعدها مباراة فلسطين هي مباراة راح يفوز بيها الفريق اللي يسجل بالبداية. وبالنسبة للفريق الكويتي جماعيا نقدر نقول بأنه تطور كثيرا، وإخوان بيتزي نجح بأنه يخلي الفريق الكويتي يضغط ضغط عالي ويدافع دفاع متقدم، ويرجع للدفاع ويشكل كتلة واحدة للخلف. لكن هذا الكلام كان في بطولة الخليج وعلى أرضه وبين جمهوره، واللعب في ملعب جذع النخلة بالبصرة شيء مختلف تماما، خصوصا وانت دا تواجه فريق مثل الفريق العراقي وعلى أرضه وبين جمهوره. وهنا تبين عندنا صعوبة المباراة على المنتخب الكويتي. وبما أنه الفريق الكويتي بعد مباراة العراق راح يكون عنده مباراتين على أرضه، واحدة مع الفريق العماني والثانية مع الفريق الفلسطيني، إذن راح يكون اللاعب الكويتي عنده مبدأ التعويض، وحتى لو يخسر مع العراق فعنده فرص أخرى. يعني الفريق الكويتي ما عنده ضغط كبير بالمباراة، لكن بالمقابل الفريق العراقي يعرف كل الزين بأنه المهمة لازم تنتهي من مباراته مع الكويت وفلسطين. وإحنا نعرف زين بأنه اللاعب العراقي لما تشتد الأمور يبين معدنه الأصلي، لأن اللاعب العراقي هو الوحيد بالقارة الآسيوية اللي يلعب لعب أوروبي وبعقلية برازيلية. وبالنهاية أريد أقول كلمة لكل لاعب عراقي راح يلعب بالمباراة، وهي شوفني إبداعك داخل الملعب، ومو كل شيء المدرب يقوله ممكن يصير داخل الملعب ويطبق. وكرة القدم هي لعبة المتغيرات والمفاجآت. وأنطيكم مثل بسيط هو عن مانشستر سيتي وريال مدريد. مانشستر سيتي هو فريق مدرب، وريال مدريد هو فريق لاعبين. ممكن فريق المدرب يوم يفوز ويوم يخسر، لكن فريق اللاعبين دائما يفوز. وأمنياتنا لمنتخبنا الفوز دائما بالمباريات القادمة. وأرجع وأقول صعودنا لكأس العالم هو مسألة وقت وصبر. وشكرا لكل من كمل الفيديو الأخير، ونشوفكم إن شاء الله على خير.